صباح الخير عليكم. والنهارده الجو الحمد لله نوعا ما كويس. هي شكلها هتمطر بس مش دلوقتي يعني. فجيت بقى عند البحيرة كده وافرجكم المنظر هنا عامل ازاي. دي هنا الفيو بوينت بتاعت البحيرة. تعالوا نعدي على الفيو بوينت يا جماعة. الفيو جميل جدا. دي مش سويسرا، دي نيبال. حقيقي والله نيبال مش واخدة حقها، يعني حتى الريفيوز عليها قليلة جدا، قليل جدا من الناس اللي راحوها. آه، فدي جزء صغير من نيبال للأسف، علشان الجو ده في رحلات كتير وفي أماكن كتير ممكن نروحها، بس أنا مش عايز أطلع في الآخر المطر يمطر وما نستمتعش في المكان. ففيو جميل جدا جدا يعني، سبحان الخالق. بصوا الناس بتعدي بقى هنا بالمركب الصغيرة دي عشان ياخدوا دي كبيرة شوية ويمشوا بقى بيها ويقعدوا يبدلوا. في هنا الرافتنج، في المراكب دي. تعالوا نيبال يا جماعة والله، تعالوا نيبال هتتبسطوا جدا والله. خدنا بقى المركب الصغيرة دي ورايحين على المعبد اللي في نص البحيرة. نستنى هناك حوالي 10 دقايق كده، نتفرج على المعبد ونشوف الأجواء. طبعا لازم ألبس اللايف جاكيت دي علشان السيفتي هنا يعني. وهي دي المركب الصغيرة، واحنا في نص، يعني لسه اهو بنتحرك ونروح على نص البحيرة. اللي هناك ده بقى هو المعبد الهندوسي. هنروح لغاية عنده كده ونقعد حوالي 10 دقايق وبعدين نتحرك نرجع تاني. Hello. Sati. يعني يا جماعة اللي يجي نيبال والله ما يفوتش رحلة زي دي في وسط البحيرة الصغيرة دي
الاكتيفيتيز اللطيفه دي. ما ينفعش تيجي وتفوت والله الرحله دي. دي مدتها ساعه، بتلف بيك في البحيره وبتوديك المعبد. كل ده ب 1200 روبيه نيبالي، فسعرها طبعا ممتاز يعني، حوالي 10 دولار بالظبط. Logan coming with my friend.